قالت أكيد الكرة اللي بدور عليها موجودة مع الولد ده، وفعلا لما دخلت بيته لقت الكرة وقالت دي كرة التنين، فجوجو قال لها سيبيها، دي جدي سابها لي قبل ما يموت، دي آخر حاجة بتفكرني بيه. فبولما قالت له أنا معايا اتنين من كرات التنين، جرب حط كورتك معاهم كده. فجوجو حطها ولقى إن التلاتة بيتوهجوا مع بعض، وبولما قالت له الكرات دي مهمة جدا. وفي نفس الوقت كان في إمبراطور كسلان اسمه بيلاف بيدور على كرات التنين هو كمان، ولقي واحدة منهم في المساعدة بتاعته اللي اسمها ماي. قالت له الواحدة دي مش هتفيد في حاجة، في 7 كرات تنين متفرعين حول العالم، ولازم تجمع ال7 عشان التنين يظهر لك ويحقق لك كل أمنية تتمناها. فبيلاف قال فعلا لازم أجمع ال7 كرات عشان التنين يظهر لي ويخليني أسيطر على العالم. وبول ما هي كمان شرحت لجوجو قصة كرات التنين ال7، وقالت له في كل مرة بيكون عليها عدد نجوم معين، والعدد ده بيرمز لترتيبها. يعني مثلا كورتك عليها 4 نجوم، وده معناه إن ترتيبها الرابع في ال7 كرات. وبول ما ضحكت على